احذر من فيتامين د لان فيه سم قاتل، ولو انت بتاخده فانت كده في خطر، ومحتاج تشوف الفيديو ده لحد اخره. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهارده هنتكلم عن فيتامين د او فيتامين دي للناس اللي بتحب الانجليزي يعني، والجدل الكثير حول هذا الفيتامين تحديدا، وهل فيه سم قاتل ولا لا. بس الاول تعالوا نسمع حكايه ام زياد. ام زياد يا سيدي داخله الطوارئ في المستشفى، عماله تصوت وتعيط وتلطم وتقول الحقوني الولا هيروح مني، جاله السكر ومش عارفه الحقه. وبعد محاولات كثيره عشان ام زياد تهدأ وتفهمنا ايه الموضوع بالظبط، تفضلت علينا وقالت الولا يا دكتور طول اليوم عطشان وكل شويه يخش الحمام، ودي طبعا اعراض السكر. وانا كمان اتاكدت لما لقيته ايه متوه كده ومش مركز معايا، لا وايه بيرجع كمان. ده اللي اكد لك اعراض السكر انت عارفاها. يا ام زياد ماشي، يا ام زياد ماشي، يا ام زياد اتفضلي. قعدنا نتكلم معاها وعرفنا قصة زياد، الطفل اللي عنده 10 سنين اللي زيه أغلبية الأطفال أكله زي الزفت، طول النهار شيبسي وبسكوت وعصير وحاجة ساقعة واندومي، ولما يحب ياكل صحي يجيب باتيه وعصير، وطبعا مفيش خضار ولا فاكهة ولا بروتين في أكله. لحد ما في يوم جارة أم زياد قالت لها الواد يا بت وشه مصفر كده وشكله محتاج شوية فيتامينات. ومن هنا ام زياد ما كدبتش خبر، ونزلت على الصيدليه واشترت كل الفيتامينات اللي موجوده على وجه الكوكب. فيتامين د ماشي، حديد ماشي، زنك ما يقولش لا، وهوب ارزع في بق الواد زياد علشان صحته تبقى حلوه. علشان بعد 5 شهور من العك ده ام زياد تخش علينا في الطوارئ بالسيناريو اللي حكيناه في البدايه. طبعا بعد الكشف واجراء الفحوصات اللازمه على زياد اتضح ان هو ما عندوش سكر ولا حاجه زي ما ام زياد كانت متاكده، اتضح ان هو عنده تسمم فيتامين د او فيتامين دي توكسيسيتي. قصدك نقص يا دكتور؟ لا انا قصدي تسمم، يعني هو عنده فيتامين د زياده عن اللزوم. انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي، بتقول يا ريتني كنت عايش في اسكندريه عشان اكشف معاك يا دكتور ايمن. الكلام ده تقوله لو عايشين سنه 1960، انما احنا دلوقتي سنه 2024، يعني ممكن تكشف معايا وانت قاعد في بيتك عادي. في نظام كامل مخصوص للكشف والمتابعه اونلاين، من خلاله تقدر تدخل معايا مكالمه فيديو وبعرف منك كل تفاصيل حالتك اللي انا محتاجها للتشخيص وللعلاج. وعلشان انا مؤمن ان علاقه الدكتور بالمريض ما بتنتهيش بعد الكشف وخلاص، فالنظام ده بيمكنك ان انت تتواصل معايا في اي وقت وفي اي سؤال انت عايزه. يعني معاك دكتور ايمن في جيبك حرفيا. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر تقدر تبعت لي رساله على الواتساب اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي، وانا اللي هرد عليك بنفسي، وربنا يقدرني ويساعدك. نكمل الفيديو بتاعنا بقى. خلينا نعرف الاول ايه هو فيتامين د. فيتامين د من عائله الفيتامينات التي تذوب في الدهون، اللي احنا بنقول عليها كدكاتره فات سولابل فيتامينز، وهي نفس الجمله ترجمه حرفيه يعني، بس احنا بنحب نتمنظر ونقول بالانجليزي. واهم دور له هو تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وكلنا عارفين طبعا قد ايه ده مهم لنمو العظام والاسنان بشكل طبيعي بالذات في الاطفال. ده غير ان فيتامين د يعتبر من اهم الجنود المحوريه لوظيفه المناعه، وبيساعد في الحمايه من امراض كتير زي التصلب المتعدد اللي هو المالتيبل سكليروزس وامراض القلب وغيرها. غير ان في دراسات كتير اثبتت دور فيتامين د في تحسين المود العام ودوره المساعد في فقدان الوزن. هنا هيطلع لي حد ويقول لي طب يا دكتور ما هو جميل اهو، ما ناخده على طول بقى، سم ايه وبتاع ايه. هنا هسألك سؤال مهم جدا، ليه تاخد فيتامين د متصنع في كبسولة وجسمك احسن مصنع لفيتامين د؟ ايوه زي ما اغلبيتكم عارفين فيتامين د بيتصنع في الجلد عن طريق التعرض للشمس بشكل صحي. وتعالى نحط خط تحت بشكل صحي، يعني نتعرض للشمس في الاوقات اللي بتكون اشعة الشمس فيها مش مؤذية، على سبيل المثال من 8:30 الصبح لحد الساعة 11، او من بعد العصر لحد المغرب. وطبعا مع مراعاة ان احنا نكون مستخدمين واقي شمس اللي مش بيأثر اطلاقا على امتصاص فيتامين د زي ما اتكلمنا في فيديو خرافات عن واقي الشمس، هسيبه لكم هنا اهو. ولكن تصنيع فيتامين د في الجلد هو المحط
المحطة الأولى اللي بيتصنع فيها الصورة المبدئية من فيتامين د اللي اسمها كولي كالسيفيرول، وتبدأ تتحرك على الخطوة رقم 2 في الكبد عشان يتحول ل 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول. بعدين يكمل رحلته بالخطوة رقم 3 اللي بتتم في الكلى علشان يتحول ل 125 هيدروكسي كولي كالسيفيرول، اللي هو الصورة الفعالة من فيتامين د اللي احنا عارفينها، بتروح بقى لبقية الأعضاء في الجسم وتقوم بوظيفتها اللي اتكلمنا عنها من شوية. ده معناه ان انا لو مش بتعرض للشمس يبقى عندي نقص فيتامين د. الإجابة ببساطة إن أنت مش محتاج تتعرض للشمس فترات طويلة ولا حاجة، من 5 دقايق لنص ساعة في اليوم كافي جدا لتصنيع كمية مناسبة من فيتامين د. يعني مشوارك وأنت رايح الشغل مثلا أو أنت رايحة الكلية ده كفاية قوي، والمدة دي بتعتمد على كمية الهدوم اللي احنا لابسينها أو المساحات اللي متغطية من الجلد، يعني غالبا هتكون أكتر عند البنات، وبتعتمد كمان على لون البشرة، يعني الناس اللي بشرتهم غامقة بيكون عندهم تصنيع فيتامين د محتاج وقت اطول. طب انا بقى يا دكتور ما بنزلش الا بالليل واصلا بصحى العصر، فطبيعي بقى اروح اخد فيتامين د وامشي عليه على طول، مش محتاجه يعني. برضه هقول لك لا، لان المصدر الاساسي لفيتامين د عندنا اصلا هو الاكل، وللاسف الاكل اللي احنا مش بناكله زي الاسماك بانواعها، موجود كمان في صفار البيض واللحوم الحمراء والكبده والمشروم للي بيحب ياكله، يعني انا بصراحه مش بطيقه. فلو بناكل الاكلات دي بشكل طبيعي كل يوم هتوفر لنا نسبه امنه من فيتامين د اللي محتاجها الجسم. وحط خط تحت كلمه امنه. والاكل الصحي بشكل عام مش بس هيوفر لك فيتامين د، هيوفر لك كل الفيتامينات ويقوي مناعتك ويخلي صحتك احسن وتركيزك احسن. فناكل عامه خضار وفاكهه وبروتين في وجباتنا باستمرار، ونحاول نبعد عن الاكل المصنع او المعالج او اللي فيه مواد حافظه زي حاجه السوبر ماركت والشيبسي والبسكوت، نقللها بقدر الامكان. طب ازاي يا دكتور اعرف ان انا عندي نقص في فيتامين د؟ للاسف الحقيقه ان في وباء منتشر جدا اليومين دول، وهو نقص فيتامين د عند اغلبيه الناس ولاد وبنات. علشان كده كان لازم نعمل الفيديو ده للتوعيه. الاول لازم نقول ايه هو الطبيعي علشان نعرف امتى يكون فيتامين د ناقص. الطبيعي او النسبه الكويسه بتكون من 30 ل 50 مللي جرام لكل ملي لتر، فبالتالي لو النسبه اقل من 30 بنعتبرها نقص، ولو اكتر من 50 بنعتبرها زياده. مش محتاجه حاجه يعني. ايه بقى اللي يخلي الشخص يكون عنده نقص في فيتامين د؟ طبعا لو مش بيتعرض للشمس بشكل كافي، وفي نفس الوقت مش بياكل الاكلات اللي قلنا عليها اللي فيها فيتامين د. فدي مشكله سهله الحل بدون ما نروح ناخد البرشام. نبدا ناكل اكل صحي ونتعرض للشمس في الاوقات اللي قلنا عليها، وطبيعي ان هو يتظبط لوحده. المشكله الاساسيه بتحصل في الاطفال الرضع اللي مش بياكلوا اي نوع من الاكلات دي، وغالبا تعرضهم للشمس بيكون قليل ومعتمدين بشكل اساسي على لبن الام. علشان كده بقى طبيعي وينصح ان كل الاطفال ياخدوا فيتامين د. وممكن كمان يحصل في كبار السن اللي عندهم الجلد بيضعف مع الوقت ومش بيكون قادر ان هو يصنع كميات مناسبه من فيتامين د. وكمان بيحصل في اصحاب البشره الداكنه اللي بيكون عندهم تركيز صبغه الميلانين في الجلد عالي، فبالتالي بيأثر على تصنيع فيتامين د في الجلد. لكن بالنسبه للشباب عادي والناس اللي في مقتبل عمرها، ناكل كويس ونتعرض للشمس هنبقى زي الفل. وناكل كويس دي اهم، عشان لو حد قال لي ان هو بسبب الشمس، طب ما الولاد بيتعرضوا للشمس عادي وبرضه فيتامين د عندهم في الارض. طب يا ابو الدكاتير انا برضه لسه متوغوش وحاسس كده لا قدر الله ان انا عندي نقص في فيتامين د. هنا لازم نروح للدكتور، والدكتور غالبا هيطلب منك تحليل فيتامين د، ونتاكد ان التحليل اللي بيتعمل في المعمل هو 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول او 25 هيدروكسي فيتامين دي، وغالبا هو ده النوع اللي بيتعمل في كل المعامل. وبناء على التحليل لو الدكتور لقى ان عندك نقص فيتامين د، فبناء على النقص ده بيحدد لك الجرعه المناسبه والمده المناسبه من الفيتامين، وبعد كده بتعمل التحليل تاني علشان نتاكد ان النسبه ما تزيدش عن اللازم. ليه بقى خطر انك تاخد فيتامين د عمال على بطال كده؟ هنا يا سيدي هنرجع لقصه زياد اللي بدانا بيها الفيديو. فيتامين د زيه زي اي حاجه لو زادت عن حدها بتقلب لضدها، وبيعمل حاله تعرف بيه فيتامين دي توكسيسيتي او تسمم فيتامين د، واللي بتظهر اعراضها في صوره اضرار زياده للبول وزياده في العطش وتوهان وعدم
عدم تركيز وترجيع وجفاف. ولما بتحصل الحالة دي الدكتور بناء على النسبة بتاعة فيتامين د بيقرر العلاج بتاع التسمم هيكون ازاي. في حالة زياد الحمد لله الحالة كانت بسيطة ولحقناه بدري وتعلق له شوية محاليل وروح بيته تاني يوم. واكدنا على ام زياد ان زياد ما ياخدش اي فيتامينات من نفسه يا ست الكل، الله يخليكي. واهتمي بقى اكتر بالتغذية بتاعته، خليه ياكل خضروات وفواكه وبروتين في كل وجبة، ونبعد عن الاكل المضر واكل السوبر ماركت اللي هو من كتر ما بناكله بندمنه وما بنقدرش نستطعم الاكل الطبيعي. خلينا متفقين ان الوضع مش بسيط خالص يا جماعة. تسمم فيتامين د نسبته زادت من سنة 2005 ل 2011 بنسبة 1600%، بمعدل 4535 حالة سنويا، والارقام دي بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. وده بسبب الهوس اللي بقى عند الناس ان اي مشكلة بنواجهها ممكن تتحل برشامة فيتامين. اي فيتامين في الدنيا هتلاقي مكتوب عليه مكمل غذائي وليس علاج لاي مرض. مكمل غذائي بتفترض ان في غذاء هنكمل عليه، فالاساس يا جماعة هو الغذاء. ناخد الفيتامينات من المصادر الطبيعية، نلجأ للدكتور الاول علشان الدواء اللي بيعالجنا ممكن هو يأذينا. والاهم من ده كله نتفرج على الفيديو ده عشان نتبسط قوي، ونشترك على القناة عشان نشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير. بنصور ولا ايه يا خوفي؟ لا تكون الكاميرا مش بتسجل وكل الهري ده يطلع على الفاضي. مش مشكلة، فداكوا هصوره تاني لو حصل كده يعني. بس الاول تعالوا نسمع حكاية ام زياد. فصلان قوي فصلان بس ماشي يعني. هناخد الناس في الحدوته هيتسحلوا معانا دلوقتي. الولا يا دكتور لا الله، طب ما هو جميل. انا بدأت اعرق.